أسعد الله أوقاتكم متابعيني أينما كنتم. وصفاتي الثلاث اليوم هي مشروبات ساخنة الكل يحب يشربها في كل وقت، وخاصة في جمعة الأصدقاء والأقارب. وهذه المشروبات هي الهوت شوكولات، النسكافيه، والقهوة العربية. إن شاء الله تعجبكم وصفاتي، وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول مشروب نحضره هو الهوت شوكولات. نحتاج كوب حليب سائل كامل الدسم، ملعقة طعام كاكاو داكن غير محلى، ملعقة طعام سكر، ربع ملعقة صغيرة فانيلا. نخلط المكونات بشكل جيد بهذه الخفاقة، وبعدها نضيف ملعقتين طعام كاكاو بالبندق، 3 ملاعق طعام كاكاو داكن غير محلى. نخلط المكونات بشكل جيد لحد أن يثقل الخليط شوي ويتغير لونه ويصير داكن. بعدها أخفقه بالبلندر الخاصة لرغوة الحليب لحد أن تصبح عندي بهذا الشكل. ممكن تكتفون لحد هنا، لكن أنا أحب أزينها. راح أزينها بالسكر المطحون. عندي هذه قطع بلاستيك تجي مع البلندر الخاصة لرغوة الحليب. يبقى التزيين على حسب رغبتكم، وهذا هو شكلها النهائي. المشروب الثاني هو النسكافيه. نحتاج ملعقة طعام نسكافيه، ملعقة طعام سكر، ربع ملعقة صغيرة فانيلا. نضيف فوقها نصف كوب مي ساخن، نخلط لحد أن يذوب النسكافيه بالكامل. بعدها أسخن نصف كوب حليب كامل الدسم، وأخفقه بالبلندر الخاصة لصنع رغوة الحليب. أخفقها لحد أن تصبح بهذا الشكل. أسكبها فوق النسكافيه وأخلطها لحد أن تتجانس المكونات مع بعضها. دائما أتبع هذه الطريقة لصنع النسكافيه. راح أزينها بهذا الشكل، وأضيف كاكاو باودر غير محلى، وهذا هو شكلها النهائي. نحضر القهوة العربية. نحتاج كوب ماي بارد جدا، شرط أن يكون بارد، ملعقة ونصف طعام قهوة عربية، ملعقة طعام سكر، ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون. أخفقه بالخفاقة، وبعدها أتركها وأبد ما أحركها لحد أن تفور، حتى تصبح عندنا رغوة وجه حلوة بهذا الشكل. أسكبها بالكوب. طبعا القهوة تكون أجمل إذا على وجهها رغوة. راح أزينها بهذا السمايل الحلو بقليل من الهيل المطحون. ممكن تكتفون لحد هنا، أو إذا حبيتوا تزينون يكون على رغبتكم. وهذه هي وصفاتي الثلاثة. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. أتمنى أنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بيها، لأنه رأيكم جدا مهم عندي. لا تنسون أنه كل المقادير مكتوبة أسفل الفيديو. لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.